بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا اولادنا الحلوين اللي داخلين سنه رابعه ابتدائي. واولياء الامور اللي متابعين معانا، يا رب تكونوا بخير جميعا وتكون احوالكم تمام. طبعا هنبدا في شرح منهج الصف الرابع. انا كنت اشرحه قبل كده على القناه، بس هبدا اشرحه تاني شرح جديد. وننزل بقى فيديوهات بانتظام 3 ايام في الاسبوع ان شاء الله. سبت واثنين واربع الساعه 5 مساء. انا معاكم مس زينب مصباح، باذن الله هشرح لكم كل الدروس واي تدريبات هتنزل. لما الكتب تنزل يعني هحلها معاكم، مش هتحتاجوا اي دروس ان شاء الله. تابعوا معانا وباذن الله تستفادوا، مش محتاجين منكم غير دعوة حلوة ولايك على الفيديو لو استفدتوا يعني، عشان نقدر نوصل لاكبر قدر من الناس. يلا بينا. اول حاجه بفكرك ان الاعداد اللي انت كنت بتدرسها قبل كده دي هي مش الاعداد العربيه. ايه مش الاعداد العربيه؟ احنا كنا بنكتب قبل كده الاعداد كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وفي دماغنا ان دي الاعداد العربيه. لا، دي بقى مش الاعداد العربيه. طب ايه الاعداد العربيه؟ الاعداد العربيه اللي انتوا كنتوا بتكتبوها بالانجليزي، بس كنتوا بتقولوا على الواحد مثلا 1 والاثنين 2 والثلاثه 3 والاربعه 4 والخمسه 5. طب ده ايه؟ احنا ايه اللخبطه اللي احنا بقينا فيها دي؟ كل الحكايه انك هتكتب الاعداد عادي زي ما كنت بتكتبها في الانجليزي وهتنطقها بالعربي. هي اصلا دي كده الاعداد العربيه نسبه لعالم اسمه الايه الخوارزمي، هو عالم اسلامي يعني، ماشي. فهي اعدادنا العربيه اصلا، فاحنا رجعنا لها تاني. انتوا درستوا الاعداد اللي فاتت دي كده: 1 و2 و3 و4 و5، دي كده الاعداد هنديه، لكن دي عربيه. وانا منزله فيديو بالتفصيل عن قبل ما تدخل رابعه ابتدائي، كنت منزلاه قبل كده في سنه قبل كده. قبل ما تدخل رابعه ابتدائي ازاي بقى تتاقلم من الاعداد من الشكل ده كده للشكل ده. الموضوع بسيط، وهو بس مسافه اسبوعين هتلاقي نفسك اتعودت وبقيت احسن مننا، لان احنا بنشرح لطلبه بالاعداد دي اللي هي في الاعدادي، وطلبه تانية بالاعداد دي اللي هي في الابتدائي بالاعداد اللي هي العربيه الاصليه. يلا بينا. النهارده الوقت كده بقى هعرفك. احنا مثلا انا عندي عدد كنت بكتبه كده 214 اهو. 204 احنا لما بنقرا، انا عندي مثلا عدد زي ده. هنا مثلا الاربعه في خانه الاحاد، والواحد دي في خانه العشرات، والاثنين في خانه المئات. لما بنقرا يا اولاد بنقرا من اول خانه على الشمال اللي هي بتكون اكبر خانه عندي، فهنا 2 في المئات يبقى 214. بنقرا كده من الشمال. وطبعا لما هنكتبها بالاعداد الجديده بتاعتنا اهي 214، هي نفس الشيء، بس انت بس مجرد انك كنت بتكتب العدد اللي هو بالهندي ده مش عربي والله، رجعت هتكتبه هنا بالعربي ده بقى الاساسي. طب مثلا كان عدد زي 520 اهو. 520 بترجع تكتبه. احنا بنقرا ازاي؟ من عند الخانه بتاعت يعني اول خانه على الشمال هي دي في خانه المئات هنا، فبنقول 520. فانت هتقراها زيها هنا، هي 520 5. بس كتبنا الاعداد بس مجرد انك تتدرب كده يعني. ماما تقعد تمليك بقى تقول لك اكتب لي مثلا يا احمد اكتب لي مثلا 230، فانت تقرا 200 ادي 32. هو بس في الاول هتتلخبط شويه، بس بعد اسبوعين والله هتلاقي الدنيا تمام. هنا ده كده 103 اهي. 133 اللي كنت بتكتبها كده بقيت بتكتبها بس كده 133 زي ما بتكتبها في الانجليزي. بس انت ايه، خلاص هي دي بقت اعدادنا العربيه، وتكتب بقى في الرياضات بقى طول السنه ان شاء الله. يلا بينا. طيب انا عندي هاخد النهارده درس اسمه الاعداد الكبيره. الاعداد الكبيره دي ايه؟ انا كنت الاول مثلا باخد عدد وليكن، تعالى كده ناخد ايه. احنا طبعا انا عارفه انتوا بتتدربوا لسه على الاعداد الجديده، في الموضوع مش سهل. فهنقول مثلا ايه عدد زي ده 750. انت عندك ده احاد، وده عشرات، وده مئات. فانت هتقرا طبعا من اكبر خانه 700. 7 في المئات ب 700، 750. تمام تمام. احنا بقى هناخد اعداد كبيره نكبر شويه. انت كان عندك اول خانه مثلا، لو انت عندك عدد زي ده كده، اكتب معايا العدد ده. مثلا عدد زي ده، انت عندك اول اعداد على اليمين خالص اسمها البيت الاولاني، اسمه بيت الوحدات. يعني ايه الوحدات؟ هو في ايه البيت ده؟ فيه 15، خلاص بتتنطق 15 كده. هنا بعد كده بيت الالوف، بيت الالوف. وهنا كده بيت الملايين، ده اللي هناخده جديد بقى. فلما بتيجي تقرا، هعلمك القراءة بعد شوية. بس أنا هنا وإحنا بنقرأ الأعداد بنكتب الأعداد الكبيرة الأول قبل ما نروح على موضوع القراءة. أنا عندي عدد كبير أهوت مكون من كام خانة دلوقتي. عد كده معايا الخانات. عندك كده خانة 2 3 4 5 6 7 8، 8 خانات. أنت ما كنتش متعود إنك تاخد عدد بالشكل ده كده. طيب أنت خدت عندك أول بيت اللي هو بيت الوحدات، فيه آحاد وعشرات ومئات، وبتتنطق عادي 235 سادة كده. ماشي. بعد كده في بيت الألوف، فالألوف ده بقى في أحد الألوف، في 7 في أحد الألوف يعني 7000، و4 في عشرة الألوف يعني 40000. ماشي.
و3 في مئات الألوف يعني 300 وتقول 1000. أنت في بيت الألوف فلازم تنطق كلمة 1000 بعد كل حاجة. يعني لو هتقرأ العدد ده تقول 347,000. ليه؟ لأنك في بيت الألوف. طب هنا ليه قلنا 235؟ إنه بيت الوحدات العادية السادة خلاص ملهاش أي لقب. دخلت بيت الملايين فيه 98 هتقول 98 مليون. فانت في كل بيت، اللي انا عايزاك تفهمه من الجزئيه دي دلوقتي، متقسم لثلاث خانات: احاد وعشرات ومئات. لكن في بيت الوحدات الساده الاولانيه اللي هي الاعداد العاديه الصغيره الاولانيه تقول 5 احاد 3 عشرات 2 مئات خلاص. فما بنقولش احاد حاجه، هي احاد وعشرات ومئات. اما الالوف بقى انت 7 في احاد الالوف يبقى 7000، 4 في عشرات الالوف يبقى 4 في عشرات، عشرات دي يعني 40 ألف. 3 في مئات الألوف تبقى 300 عشان أنت في مئات، بس إيه بقى 1000 أنت في مئات الألوف. فلما بتيجي تقرأ العدد ده هتقول إيه؟ 347,000. ليه؟ لأنك في بيت الألوف 347,000. طب هنا الملايين قلنا 98 مليون لأنك في بيت الملايين. طب أنا لو هقرأ عدد زي ده بقى، تعالى بقى لما بتقرأ قلنا بنقرأ من الشمال. ليه؟ لأن إحنا بنقرأ من الأعداد الكبيرة كده. لو أنت عندك في بيت الملايين 98 فهتقول ايه 98 مليونا او مليون. ماشي. دي كده 347,347 ألفا. تمام. وما خلصناش لسه في 235 وبس. ما تقولش وبس، يعني ما تروحش تقول له وبس. انا بقول لك 235 وخلاص وتسكت على كده، لان دي وحدات ساده ما فيهاش حاجه. مش فاهمين قوي يا مس؟ واحده واحده هتفهم. تعالى معانا كده في اللي بعدها. اقرأ العدد ده كده. ده بيت الوحدات، ده في صفار خلاص ما فيهوش حاجة. بيت الألوف في صفار خلاص، يعني نهمل الخانة. لا تعالى بعد كده بيت مين؟ الملايين. الملايين فيها ايه؟ واحد، يبقى ده واحد واللي قبل منه صفار كله فنقول له ايه؟ 1 مليون. 1 مليون ايه 1 مليون ده؟ المليون ده له 1000 يعني. ال1 مليون ده أو أصغر عدد مكون من كام خانة؟ ده 3 و3 6 والخانة السبعة. أصغر عدد مكون من 7 خانات. المليون هو أصغر عدد مكون من 7 أرقام، يعني أصغر عدد مكون من 7 أرقام. فبنقرأه ده واحد وقدامه 6 صفار فبقول 1 مليون. طب أنا ليه قلت مليون ما قلتش 1000؟ أنت في بيت مين يا بابا؟ أنت في بيت الملايين. أنت وصلت لبيت الملايين. أنت كنت هنا في بيت الوحدات، بعدين بيت الألوف، بعدين بيت الملايين. تعالى بقى نشوف احنا هنعمل ايه تاني. هل الأعداد الكبيرة آخرها بيت الملايين؟ لأ، بعد بيت الملايين في بيت اسمه المليارات. بعد بيت الملايين في بيت اسمه المليارات. أنا في فيديوهات لازم تشوفوها قبل دي علشان تفهموا الدنيا أسهل شوية. بعد بيت الملايين في بيت المليارات. يعني واحدة واحدة كده علينا مس. احنا عندنا دلوقتي أول حاجة بيت الأولاني الوحدات. لما كنت بتاخد عدد زي ده كده حبيبي كنت بتقول 713 وبس. كنت بتقول 713. جينا مثلا كبرنا العدد شوية، يعني 713 دي ضفنا لها أعداد تانية. مثلا ايه هنا 5 اهي. فاحنا كنا بنقرأ ازاي؟ ده كده وحدات، وده كده انت دخلت البيت اللي بعده اللي هو بيت الألوف. انت عندك بيت الوحدات وراه على طول بيت الألوف. فتقول لي ايه بقى؟ انت هنا في بيت الألوف فتقول 5000 و713. 5 ألوف أو 5713. كبرنا، انت كبرت بس انت لسه في خانة الألوف تبقى 55,713. كبرنا بس في خانة الألوف 155,713. كبرنا لا ده انت كل بيت هو 3 خانات بس. كل بيت 3 خانات بس. احاد عشرات مئات. كبرت تاني بقى يبقى رحت بيت الملايين اللي هو ورا بيت الألوف على طول. احنا أول بيت معانا بيت الوحدات، وراه بيت الألوف، وراه بيت الملايين، وراه بيت المليارات. كبرت شوية ودخلت بقى ربنا كرمك كده ودخلت على بيت المليارات مثلا وليكن في 2. فانت عندك هنا ده بيت وحدات عادية وده بيت ألوف، والاتنين في بيت الملايين. فهتقول له ايه؟ 2 مليون لأنك في بيت الملايين. ماشي. و155,000 لأنك في بيت الألوف. و713. طب زودنا كمان واحدة على الملايين. انت في بيت الملايين برضو لأن كل بيت له 3 خانات يبقى 12 مليون و155,000. أما بيت الوحدات بنقول و713 على طول. زودت كمان عدد مثلا عملت 4 يبقى 412. بس انت في بيت الملايين هتقول 412 مليون و155,000 و713 بننتهى زي ما هي كده. ان بيت الوحدات ده بيتنطق زي ما هو ما بنضيفش عليه ألقاب. طب انا زودت عدد كمان، جبت رقم كمان بقت هنا كده 8 مثلا. طب مين البيت اللي بعد بيت الملايين؟ عندك بيت المليارات. بيت المليارات فانا قلت 8 ايه مليار. 8 مليار و412 مليون و155,000.
8 مليار. ليه قلت مليار؟ لانك انت في بيت المليارات بالفعل. و412 مليون و155 ألف و713. احنا ايه يا مس؟ الأعداد الكبيرة أوي دي نعرف نقرأها واحدة واحدة وتقرأ كل حاجة. شوف بس الفيديو للنهاية وأوعدك هتطلع مبسوط منه ومستفاد بمعلومات كتير جدا. يلا بينا نشتغل. عندي كل بيت من بيوت الوحدات دي عندي فيه آحاد، عشرات، مئات. 8 في آحاد بس، 7 في العشرات يعني 70، و6 في المئات يعني 600. بعد كده بيت الألوف فيه آحاد الألوف، عشرات الألوف، ومئات الألوف. آحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. الملايين لها برضو آحاد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. اما المليارات برضو احاد المليارات، عشرات المليارات، مئات بس ما فيش يا مس هنا خلاص، ما فيش حاجه على الشمال مش هننطقها، ما فيش مشكله خالص معانا. احنا بنعرفك ان كل بيت جواه 3 خانات. تمام. تعالى بقى نقرا طب ما تيجي نقرا العدد ده كده. تعالى نقرا. انت عندك هنا بيت الوحدات ده اهو، في 678 اهو، 678. نشوف لونها يظهر شويه. بنعمل فاصلة كده، علامة بين كل 3 خانات و3 خانات، اللي هو بين كل بيت وبيت، بين بيت الوحدات وبيت الألوف وبيت الملايين وبيت المليارات. كل خانة يعني كل 3 خانات بينهم وبين ال3 خانات اللي بعدهم العلامة الفاصلة دي بتفصل ما بينهم. بعد كده في الألوف عندي 723 اهي، 723. ماشي ماشي. وبعدين انت عندك هنا ده فين؟ في الوحدات السادة، ده في الألوف. وبعدين في الملايين 438 اهو، 438 ده في الملايين. واعمل برضو الفاصلة اللي بين كل بيت وبيت دي. المليارات بعد كده فيها كام؟ فيها 8. اقرأ بقى يا جميل. هتقول له ايه؟ 8 مليار لانها في بيت المليارات، و438 مليون لانها في بيت الملايين، و723 ألف لانها في بيت الألوف، و678 بس سادة كده. قلنا الوحدات دي بننطقها سادة. يبقى انت تقسيمة البيوت دي اللي انت تعرف انت في بيت مين، بتعرف تنطق العدد. تمام. تعال نشوف حاجات تانية. تعالى بقى كده اقرأ معايا العدد ده. والله العدد ده هو ده 1 وده 3 خانات. ايه ده؟ البيت الأولاني ده بيت الوحدات السادة العادية، بيت الألوف، بيت الملايين، وبيت المليارات. تمام. تمام. لما تيجي تقرأ هتقول له ايه؟ 1 قدامه 9 اصفار، فبتقول له 1 مليار لان انت ما عندكش اعداد غير في المليار. طب الاصفار دي ملهاش لازمه؟ لا لها لازمه طبعا. حفظت لك الخانه اللي هو انت وصلت هنا فعلا لخانه الاحاد المليارات. فانت ما فيش اعداد تقراها هنا، ولكن انت وصلت لخانه المليارات لان في الاصفار على اليمين طبعا لها قيمه. ماشي. طيب فاحنا بنقول هنا ايه لما نيجي نقرأ العدد ده؟ بنقول ان عندي المليار هو اصغر عدد مكون من 10 خانات، من 10 ارقام. المليار هو اصغر عدد مكون من 10 ارقام. في كم رقم المليار؟ ده واحد. طب الاصفار دي ارقام؟ طبعا الاصفار دي ارقام. امال هي حاجزة الخانة ازاي؟ فانت عندك 1 مليار، المليار 1 وقدامه 9 اصفار، يعني هو اصلا مكون من 10 ارقام. تمام. تمام. المليار 1 مليار. شوف بقى بين كل بيت وبيت بنعمل العلامة اللي بتفصل دي. تمام. طيب بيقول لي بقى دلوقتي هنتعلم ازاي نقرأ الاعداد الكبيرة. تعالى معايا واحدة واحدة يا جميل. اول حاجة هتعملها هتفصل لي البيوت عن بعض. ده بيت الوحدات، بيت الألوف، والبيت التالت بيت مين؟ الملايين. طب المليارات يا مس؟ والله احنا ما خلصناش بيت الملايين اصلا، ده احنا خدنا فيه آحاد الملايين وعشرات الملايين بس. لما هاجي اقرأ بقى لحظة معايا كده ركز. فبقول 17 مليون. الألوف فيه 9 و9 آلاف و118. فأنا هقرأه لحظة ركز معايا. 17 مليون، 9 و9 آلاف و118. بنقرأ دايما العدد من الشمال أو من اليسار يعني. 17 مليون وتسعة آلاف و118. وال118 سادة كده ما فيش لها أي لقب. تمام. بعد كده هنقول له إيه؟ تعالى كده. ده وحدات، ألوف، ملايين برضو. هنقول له ايه بقى؟ هنقول له 3 مليون. طب افرض واحد قال 3 ملايين عادي، يعرفوا انك في خانة الملايين وخلاص. ماشي. وبعدين و405 ألف و250. طب تعالى ده شكله كبر الأعداد معانا شوية. هنا بيت الوحدات، بيت الألوف، وده بيت ايه؟ بيت الملايين. الملايين في كام؟ 704 مليون. الألوف 830 ألف و290. نقرأ تاني. 704 مليون
830,290. نقرأ كمان مرة: 704 ملايين أو مليون و830,290. هنا بقى يا جميل لحظة بقى، قسم معايا: وحدات سادة، ألوف، والتلاتة دول ملايين، كل خانة فيها 3 أرقام. وهنا كده بقت المليارات. إيه ده، إحنا وصلنا المليارات؟ طبعا 8 مليار أو 8 مليارات، مش مشكلة. 8 مليار و320 مليون و657,415. 8 مليار 320 مليون 657,415. تاني 8 في المليارات، فبقول له 8 مليارات أو 8 مليار 320 مليون و657,415. طيب تعالوا نقرأ تاني: وحدات ألوف ملايين. كم في الملايين؟ 60 مليون و4 ألوف و138,000. يا ميس ده 4. 4، ما انت عندك عشرات الألوف، مئات الألوف ما فيهاش حاجة، بس عندي حفظ خانة اللي هي صفار دي. فأنا عندي دلوقتي ايه؟ 60 مليون 4 ألوف و138. عشان يكون قراءة العدد سهل عليك، خد كل حاجة كده مع نفسها، اقرأها واحدة واحدة، اقرأ وروح على بيتها. 60 مليون و4 ألوف أو 4,000 يعني و138، بس مفيش أبسط من كده. هنا وحدات برضو ألوف ملايين، وحدات ألوف. هنا هنقول إيه بقى؟ بنقرأ من الشمال: 78 مليون 650,290. تاني 78 مليون 650,290. طب هنا وحدات ألوف ملايين مليارات. احنا وصلنا بيت المليارات؟ ايوه وصلنا بيت المليارات. فاقول له ايه؟ 9 مليار، لان ده بيت المليارات. 9 مليار و660 مليون 660 مليون، لحظة، 9 مليار و660 مليون و530,003. ماشي. طيب يعني هي الدنيا بدأت تظبط معانا شوية. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ اكتب كل من الاعداد الاتيه بالصيغه اللفظيه. يعني ايه الصيغه اللفظيه؟ يعني هنكتبها بالعربي، باللغه العربيه يعني. طب لحظه بقى معايا كده، لما نيجي نكتب هنقول له ايه؟ تعالى الاول، ده بيت، ده وحدات برضو، وده الوف، وده ملايين. يعني انت عندك في المليون كام؟ 4، فتقول له ايه؟ 4 ملايين او 4 مليون. 4 ملايين او 4 مليون، مفيش مشكله. و600,000، بدل الفاصله دي كده هتقول له و600، 600,000. انت بتكتب باللغه العربيه بقى. و600,000. ليه 600,000؟ 600 في بيت الالوف، و630 اهو، و630. من هنا بقى لازم اقول لك انك لازم تكون قوي في كتابه العربي. تمام. تعالى هنا، ده بيت وحدات، بيت الوف، وبيت ايه؟ ملايين. الملايين فيه ايه؟ 670. فاقول له ايه؟ 670 مليونا اهو، 670 مليونا. بس لا، و 540,000 دول نقول ايه؟ و540,000 و540,000. وايه تاني؟ و113. اقول ايه؟ و113 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 ايه؟ 10. طب هنا تعالى وحدات، وحدات اهو عشان بس ما تتلخبطش. ألوف ملايين، وهنا مليارات. ايه ده؟ العدد كبر، مفيش حاجة صعبة علينا، احنا شطار. بتتابعوا معايا تبقوا شاطرين ان شاء الله. هنقول ايه؟ 10 مليارات. 10 دي بدل اقول له 10 مليارات. تمام. 560 في الملايين، يبقى اقول ايه؟ و560 مليونا، و560 مليونا. ايه كمان؟ 326 في الالوف، اقول ايه؟ و326,000. عشان انت في الالوف اوعى تنسى اللقب بتاعها هيزعلوا منك. و326,000 و326,000. ايه كمان؟ و25 دي سادة كده. و25 دي ما بتزعلش، دي كده كده ملهاش لقب. وخمسة وايه؟ و20. ماشي ماشي. طيب في طريقة تانية احنا ممكن هنا مثلا جايب ليه؟ اقرأ كده: ده بيت الوحدات ألوف ملايين. فانت يا دوبك هتكتب له كام؟ 5 مليونا و111,000. ده مريحنا. و780. سهلة؟ سهلة جدا.
هنا بقت وحدات، المهم انت تعرف كل حاجة فين يعني. ودي ألوف، دي ملايين اللي هما التلاتة دول مع بعض، ودي مليارات. فانت عندك كام في المليارات؟ 7 مليارات. هتكتبها بالحساب كده؟ هتكتبها بالحساب كده، وعايزة بالحساب كده. يعني دي طريقة تانية من طرق كتابة اللي فاتت خلاص كانت بالصيغة اللفظية، دي بقى احنا يعني نص ونص كده، منها حساب على عربي، فاسمها صيغة لفظية برضو يعني. ماشي. 7 مليارات و400 مليونا وكام ألفا؟ 677. وإيه كمان؟ وخمسة بس في الوحدات، أقول له إيه؟ وخمسة. ماشي. القيمة المكانية بقى والقيمة العددية، ركز معايا حتة جديدة. يعني ايه القيمة المكانية؟ اللي هو آحاد، عشرات، مئات. احنا كنا واخدين القيمة المكانية قبل كده، تقول له بيت العدد فين؟ عند الآحاد ولا العشرات ولا المئات؟ طب احنا بندرسها تاني ليه؟ لأنك هتحدد له انت في آحاد بس ولا عشرات بس ولا مئات بس، ولا آحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أو آحاد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، أو آحاد المليارات، عشرات المليارات، مئات المليارات. احنا بس كبرنا الخانات شوية، لكن هي. طب هنا الاتنين دي في الآحاد على طول، الواحد دي في العشرات على طول، الأربعة دي في المئات على طول. أما الستة، أنت هنا دخلت على بيت الألوف، ده كان بيت الوحدات السادة، ده بيت الألوف، يبقى ستة آحاد الألوف، والتلاتة عشرات الألوف، والخمسة مئات الألوف، والستة دي في آحاد المليارات. آحاد الإيه؟ آحاد المليارات. آحاد المليارات. تمام تمام. طيب ده كده القيمة المكانية. أيوة والله، بتقول له مكانها عند مين بس. طب تعالى بقى ركز معايا، الاتنين في الآحاد دي كنا واخدينها طول عمرنا أهي، اتنين بس. الواحد في العشرات، الواحد في العشرات ب10، أو قول لي واحد أهو قبلها خانة واحدة حط مكانها صفر يبقى 10. الأربعة في المئات يعني 400، أيوة 400 أهي، أو قول لي أدا 4 وقبلها خانتين حط مكانهم صفرين. إيه الشطارة دي؟ ستة آحاد الألوف يعني 6000. طب في طريقة تانية، حط الستة وشوف قبلها كام خانة، ده واحدة اتنين تلاتة، حط مكانهم اصفار. طيب ايه تاني؟ التلاتة دي في عشرات الألوف يعني 30,000، 30,000. أو في طريقة تانية أسهل وأجمل، حط التلاتة وعدي قبلها ده خانة، اتنين تلاتة أربعة، حط مكانهم اصفار بالفعل. الخمسة في مئات الألوف يعني 500,000، 500 وبعدها بدل كلمة ألف 3 أصفار يبقى 500,000. أو والله حط له الخمسة، ممكن تحط له الخمسة وتشوف قبلها كام خانة، ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، تحط مكانهم أصفار. تمام. والستة دي في آحاد الملايين يعني ستة، وبكلمة ملايين يعني قبلها 6 أصفار أهي. أو طريقة تانية إنك أنت تقول له حط له ستة وتعد تشوف قبلها كام خانة، هتلاقيهم ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، تحط مكانهم أصفار. دي كده القيمة العددية، قيمة العدد. يعني الاتنين هنا في الآحاد باتنين، والواحد دي في العشرات ب10، والأربعة في المئات ب400، بس دول عشان وحدات بس ثابت. أما الستة في آحاد الألوف فتبقى 6000، والتلاتة في عشرات الألوف تبقى 30,000، والخمسة في مئات الألوف يعني 500,000. أما الستة في الملايين يعني 6 مليون. طيب برضو عايز القيمة المكانية والقيمة العددية. هنا إيه؟ آحاد بس، عشرات بس، مئات بس. ماشي. هنا كده آحاد الألوف، هنا عشرات الألوف. يعني انت في بيت مين اصلا؟ اهو الألوف اهو عشان برضو ما تغلطش، وهنا ايه؟ الملايين عشان ما تغلطش انت بتعمل ايه. والواحد دي في مئات الألوف. طب التسعة آحاد الملايين لأنك في بيت الملايين، آحاد الملايين. والتمانية عشرات الملايين. والسبعة مئات الملايين، مئات الملايين. طب القيمة العددية بمنتهى البساطة اهو، التسعة دي هتنزل 9 زي ما هي لأنها في الآحاد. أما الواحد ده في العشرات يعني 10 أو واحد وشوف قبلها خانة واحدة صفر أهو. السبعة حط السبعة وقبلها خانتين يبقى صفرين، أو هي 7 في المئات يبقى 700 خلاص. التلاتة دي في آحاد الألوف يعني تلاتة، وكلمة ألوف لها 3 أصفار أهي 3000. أو تحط التلاتة وقبلها أدا خانة اتنين تلاتة خلاص 3 أصفار مكان الخانات اللي قبلها. واحد ده في عشرات الألوف يعني 10,000. أو حط الواحد، تحط الواحد وقبله كام خانة، ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، والله حط قبلها كام، لأ ده واحد، ده واحد اتنين تلاتة 4 خانات بس، حط 4 أصفار. الواحد اللي قبلها تحطه برضو، وقبل منه ده اتنين وتلات، يبقى ايه 5 أصفار، وهو أصلا في مئات الألوف يعني 100,000. طب التسعة في الملايين،
نفضي الدنيا حوالينا شوية. 9 في أحاد الملايين يعني 9 مليون. 9 إيه؟ مليون. يعني أحط 9 بما إنها في أحاد الملايين وتلات أصفار أهو، 9 مليون. أو حط التسعة وشوف قبلها كام خانة، ده 1 2 3 4 5 6، تحط 6 أصفار. 8 دي في عشرات الملايين يعني 80 مليون. 80 مليون. أو حط التمانية شوف قبلها ده خانة 2 3 4 5 6 7، حط 7 أصفار. والسبعة دي هتحطها هي في مئات الملايين يعني 700، عشان مئات، وملايين 6 أصفار أهو عشان مليون له 6 أصفار، فيبقى 700 مليون. أو تحط السبعة وتعد الخانات اللي قبلها، ده خانة، ده خانة 2 3 4 5 6 7 8، تحط 8 أصفار. واحدة واحدة كل الحاجات اللي بناخدها دي هتتفهم واحدة واحدة بإذن الله. نفس الشيء برضو عايز مني القيمة المكانية والقيمة العددية. طيب القيمة المكانية برضو دي ايه؟ أحاد، دي أحاد ودي عشرات، ها مئات، سادة، مفيش لهم أي ألقاب. 6 دي بقى ده بيت الألوف أساسا، يبقى 6 في أحاد الألوف، وده بيت الملايين وده بيت المليارات. مليارات. 6 دي هتبقى أحاد الألوف، والتلاتة دي عشرات الألوف، والصفر ده مئات الألوف. أما الصفر ده أحاد الملايين، والتلاتة دي عشرات الملايين، والاتنين دي مئات الملايين. الأولى في كل بيت أحاد، تانية عشرات، والتالتة مئات، بس بننطق بقى على اسم البيت، يعني أحاد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. وهنا لو هنا 6 دي في أحد الألوف، 3 عشرات الألوف، والصفر ده في مئات الألوف. بعد كده بيت المليارات يبقى 4 في أحد المليارات، أحد الإيه؟ المليارات. القيمة العددية أسهل منها بكتير، سهل أوي يعني. طبعا أنت عارف مكان كل حاجة الموضوع بسيط. 9 أهي، 9 زي ما هي. 6 في العشرات ب60، أو حط 6 وقبلها عدد يبقى له صفر. 1 في المئات ب100، أو حط 1 وقبله خانتين بصفرين. طب تعالى بقى على بيت الألوف. 6 في أحد الألوف يعني 6، وكلمة الألوف لها 3 أصفار، أو حط الستة وقبلها 3 خانات هتحط مكانهم أصفار. 3 في عشرات الألوف حط 3، عشرات الألوف يعني 30,000، أو حط 3 وقبلها كام خانة، ده 1 2 3 4 أهو، 4 أصفار 30,000. وبعدين الصفر ده في إيه؟ في مئات الألوف، ملوش قيمة بقى خلاص، مش هتحطوا حاجة. بس هو طبعا لو بيسألك عن قيمته المكانية هتقول له عادي مئات الألوف. طبعا الصفر ده برضو هتحطه بايه يعني، هو لكن هو موجود له قيمة مكانية اللي هي وحاجز مكانه، حاجز مكانه. صفر ده هنقول له بايه؟ أحد الملايين، حاجز مكانه ان هو موجود اصلا. ماشي. طيب بعد كده التلاتة دي في عشرات الملايين يعني 30. كلمة عشرات يعني عشرات دي 10 20 30 40 50 60 70 80 90، دي عشرات. 30 وبعدين ملايين يبقى فيه 6 أصفار للمليون. ماشي. 30 مليون. طب أول تحط التلاتة وتعد بقى الخانات اللي قبلها، ده 1 2 3 4 5 6 7، احنا عملنا كده بالفعل 7 أصفار. 2 دي أحط الاتنين اهي، وهي في مئات الملايين يعني 200، وكلمة ملايين بمكانها 6 صفار اهو، 200 مليون. أو حط الاتنين وعد الخانات اللي قبلها. الأربعة في المليارات، أحاد المليارات يبقى 4 مليار يعني 4 وقبلها 9 أصفار. تمام. او حط الاربعة وعد الخانات اللي قبلها كلها، حط مكانها اصفار. كده اخدنا القيمة المكانية والقيمة العددية. بما انك فهمت القيمة المكانية والقيمة العددية، هيقول لك كون اكبر عدد واصغر عدد من الارقام الاتية. انت وانت بتكون اكبر عدد، سواء اكبر عدد او اصغر عدد، انت هتبدأ من الشمال. ماشي. هتبدأ تكتب الاعداد من اليسار. ماشي. طب ايه الفرق بقى؟ الفرق انك انت لو انت بتعمل اكبر عدد، نقي الكبير قوي حطه على الشمال على طول، عشان يبقى في الخانه الكبيره اللي هي مثلا مئات حاجه او الوف، يعني كل ما جيت على الشمال هي الخانات الكبيره. طب لحظه بقى، تعالى كده اكبر عدد هنا من 7 ولا 4 ولا 5 ولا اكبر عدد عندي هنا 8. احط 8 على الشمال على طول، وراها 7 اهي، وراها خلاص خدنا 8 وخدنا 7، وراها مين؟ 6، وراها مين؟ 5. بعد ما تخلص كل 3 خانات ابعد سنه كده عشان نعمل فاصله بعد كده. وراها مين بعد الخمسة؟ 4. وبعد الأربعة لسه في 2 بس أهو. لو جينا نقرأ العدد ده، طبعا بيت وحدات سادة وده بيت الألوف، هنقول 876,542. تمام. لو أنا بعمل أصغر عدد هنبدأ من الشمال برضو، بس هنعمل الصغير خالص اللي هو 2 على الشمال أهو.
اصغر حد 2 كتبناه على الشمال، وراه 4 اهي، وبعدين الصغيرة بعدها 5 اهي، وبعدين من الصغيرة بعد ال5 من اللي اكبر من 5 هنا على طول 6. الصغيرة بقى في اللي موجودين لسه، يعني انت خلاص خدت بالفعل، انت خدت اصلا الوش عشان تبقى فاهم، انت خدت 2 و4 و5 صح، باقي لك ايه بقى؟ باقي لك 6 و8 و7. من الصغيرة فيهم؟ لا 6، وراها 7، وراها 8 اهو. لما تيجي تقرأ العدد هتلاقي فرق كبير بين لما عملناها اكبر عدد واصغر عدد، مع انها من نفس الارقام، بس هو كده. ده بيت الوحدات السادة وده بيت الألوف، فأنت هتقرأ 245,678. تمام. تاني هنكون أكبر عدد وأصغر عدد. لو أنا بكون أكبر عدد أو أصغر عدد، اللي بيحكمني الأعداد اللي هبدأ بيها من الشمال أو من اليسار. فأكبر عدد هاخد الكبير خالص على الشمال. مين الكبير هنا خالص؟ 9. خلاص هناخد ال9 أول حاجة. وراها مين؟ ال7 أهو. وراها مين الكبيرة بعد كده في الموجود؟ 1 ولا 4 ولا 0 ولا 3؟ لأ 4. وراها مين بعد كده في الموجود؟ في 1 وفي 0 وفي 3؟ لأ يبقى 3. وبعدين خدنا 3 خلاص، لسه باقي 1 وباقي 0. خلاص 1 وبعدين 0، ونعمل فصل بعد كل 3 خانات، يبقى 974,310. عرفنا مين؟ ده كده وحدات اهو، وده بيت الألوف. فانت بتقرأ انت كل 3 أعداد مع بعض ده بيت، يبقى 974,310. لما تيجي تعمل اصغر عدد ما تروحش تقول لي ده الصفر ده احطه على الشمال، ده اصل الصفر على اليسار او على الشمال مش هيبقى له قيمه، يعني انت كانك خلاص هتمسحه من العدد. فانت كده بعد ما العدد كان يبقى مكون من 6 ارقام هتخليه مكون من 5، لان الصفر على الشمال ايه؟ هو انت بتكتب رقم تليفون؟ مش نافع. يعني هتكتب مثلا العدد كده، هتقراه ازاي يعني؟ تقراه ايه؟ فطبيعي خلاص بنسيب الصفر نبقى نحطه بعد كده. يعني اصغر عدد بعد الصفر من عد، ابدا من اول هنا خالص. اصغر عدد هتقول لي صفر، لا مش هينفع احطه هو على الشمال، لان الصفر على الشمال ملوش قيمه. هناخد 1 الأول وبعدين ناخد الصفر عشان ما ننساش. خدنا ال1 الأول بعدين الصفر، احنا كده خدنا ال1 والصفر. مين أصغر حد بعدهم؟ 3 أهي. ومين كمان بعد كده؟ 4 أهي. ومين كمان بعد ال4 عندي؟ في 7 وفي 9. احنا أخدنا ال3 خلاص، في 7 وفي 9. ناخد ال7 الأول وبعدين ال9، فهيبقى 103,479. ما تنساش ملحوظة الصفر دي، ما ينفعش على الشمال عشان مش هيبقى له قيمة. طيب بيقول لي بعد كده قارن باستخدام أكبر من أو أقل من أو يساوي. البول مفتوح ناحية الحاجة الكبيرة، المنقار المقفول ناحية الحاجة الصغيرة عشان تبقى فاهم. لما نيجي نقارن عد الأول خانات العدد، ده 1 2 3 4، ده من 4 خانات، وده 1 2 3 4 من 4. عدد ده برضه مكون من 4 أرقام. ابدأ بقى من الشمال، هنا 3 وهنا 2، لا ال3 كبيرة عن ال2، ده أكبر على طول، ما فكرناش كتير. ليه؟ أنت عندك هنا مثلا خانة أحاد عشرات مئات، ودي أحاد الألوف. انت في الالوف هنا احاد عشرات مئات، ودي احاد الالوف. انت بتبدا من الخانه الكبيره اللي هي احاد الالوف هنا، لانها اكبر من الاحاد العاديه والعشرات العاديه والمئات العاديه. في خانه الالوف فتلاته في الالوف اكبر. طب افرض ده هنا يا مس 9، هنا 9 وهنا 3، ملناش فيه. انا بقول لك انت معاك 3000 وشويه، واخوك معاه 1000 وشويه. مثلا انت معاك، لو انا قلت لك يعني انت معاك 3100 جنيه، واخوك معاه 1999 جنيه. مين اللي اكتر؟ اكيد اللي معاه 3000 وشويه. ما تجيش تقول لي ده 999 اكبر من 100، لا انا بقارن الكبير الاول بالكبير عشان هو ده اللي هيدي لي قيمه للاكبر للعدد. طيب بعد كده تعالى هنا نعد الخانات. ماشي، هنا ده خانه 2 3 4، خانه 2 3 4، ده 4 خانات، ده كويس مسهل. هنا في الأربعة وهنا 4 زي بعض، روح على اللي بعدها. هنا 7 وهنا 7 زي بعض برضو، روح على اللي بعدها. هنا 3 وهنا 8، لا اللي فيه 8 ده الأكبر. يبقى هنا لو قرأت العدد 4780، وهنا 4730، لا 780 أكبر من 730، وال 4000 طبعا زي ال 4000. هنا بيقول لي 75,075. يعني إيه؟ بص بقى، ده بالعربي وده بالحساب مكتوب بالأرقام، خلوهم شبه بعض عشان تعرف تشتغل. 75,000 هعلمك طريقة حلوة. هو قال لك 5 وإيه و70، اكتب 75. قال لك 1000، أما هو الألف له 3 أصفار، شيل بدل كلمة 1000 بحط 3 أصفار، يبقى 75,000. طب ما دي كده 5، دي هنا بيت الوحدات أهو، وده بيت الألوف، فاحنا بنقرأ 75,000. ماشي تمام. بيقول لي أيهما أصغر في الأعداد دي، من الأصغر وبعدين الفرق بينهم، يعني هنطرحهم من بعض. كلمة الفرق يعني في طرح على طول. طب احنا بنعرف نطرح بالأعداد دي؟ هعلمك. طيب والله تعالى عد كده الخانات. أدا خانة 2 3 4 5 6،
خانة 2 3 4 5 6. الخانات قد بعض. تعالى هنا كده دي 4 في هنا طبعا دول وحدات عادية ودي ألوف. أحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. أحاد الألوف وعشرات الألوف، مئات الألوف. هنا مئات الألوف فيها 4 وهنا مئات الألوف فيها 4. هنا عشرات الألوف 1 وهنا 5. لأ خلاص ده أكبر بقى. بس هو بيسألني مين الأصغر، يبقى ده الأصغر. هقول له الأصغر هو العدد الأصغر هو. خليك شطور كده، هتقول له العدد الأصغر هو مين بقى؟ ده الأصغر 415,200. طبعا أصغر من 455,230. كلمة الفرق يعني في طرح. تعالى بقى هات الكبير اكتبه فوق. 455,230. يعني مثلا هنطرح بالأعداد دي الموضوع بسيط. وهنا 415,200. هنطرح ازاي بقى؟ عادي هتطرح خالص، هتبدأ من اليمين من خانة الآحاد. كده كده الطرح بتبدأ من الآحاد. 0 ناقص 0 هو الصفر، ما خدناش حاجة أصلا. 3 ناقص 0 ما خدناش من حاجة برضو، فضلت 3. 2 ناقص 2 2 خدت منهم 2 ما بقاش حاجة، خلاص بقى هنا 0. وصلت العلامة اللي بين البيوت تحطها، اوعى تنسى العلامة اللي بين البيوت دي. 5 ناقص 5 0. 5 خدت منهم 1 بعد الواحد عشان اوصل 5 اهي. 2 3 4 5 يعني انت 5 خدت منها 1 بقالك 4. و4 ناقص 4 0، والصفر على الشمال ملوش لازمة فشيله. يبقى باقي معاك الفرق ما بينهم. اقرأ كده، ده بيت الوحدات العادية وده بيت الألوف. فالفرق هتقول 40,030. ماشي. احنا كده خلصنا شرح أول درس معانا، يا رب تكونوا فهمتوه. بإذن الله نكمل باقي الدروس. هنزل 3 مرات في الأسبوع بإذن الله. سبت 2 4 الساعة 5 مساء على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. لو احتجتوا أي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات. دعواتكم إن احنا كده ربنا يوفقنا ونقدر نخلص المنهج كله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.